يا مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين قناة هي. أنا نهال القاضي، والنهاردة أول حلقة في برنامجنا حكايات من القلب. حكايات من القلب هنتكلم على كل الحكايات اللي في كل بيت، حكاية بتخص كل بيت، حكاية نجاح، حكاية صعود، حكاية طموح، حكايات طالعة من القلب عشان توصل القلب. النهاردة أول حلقة في برنامجنا حبينا نتكلم عن حكاية بتحصل دلوقتي في كل بيت، حكاية مهمة جدا، هو موضوع التحرش. ويمكن أكتر حكاية كانت دلوقتي اليومين دول هي حكاية الطفل ياسين اللي تعرض للتحرش في أكتر مكان المفروض أنا بطمن على ولادي فيه. حصل له الكلام ده كله في المدرسة اللي طول عمرنا بنتلقى فيها العلم والتربية والأخلاق والدين. النهاردة هنتكلم عن التحرش وإزاي نخلي ولادنا يتكلموا معانا بكل حب، من غير خوف، من غير قلق. لو حصل لهم الموقف ده وتعرضوا ليه، ازاي برضو يردوا ويقولوا لأ، وازاي يتكلموا معانا بكل حب من غير خوف. هنتكلم في كل الكلام ده وأكتر مع ضيفنا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا، وبنرحب بضيف حلقتنا دكتور احمد ايوب، استشاري الصحه النفسيه. اهلا وسهلا، بنرحب بحضرتك. نورتني يا فندم. تسلمي. حضرتك احنا النهارده بنتكلم عن قضيه التحرش. تمام. وقضيه الطفل طبعا ياسين المنتشره في كل السوشيال ميديا. ده صحيح. طيب حضرتك دلوقتي كملي حضرتك دلوقتي لو ابني او بنتي تعرضوا للتحرش، تمام، يعني زي ما حضرتك عارف ياسين اتعرض بقاله سنه. تمام. فلو ابني او بنتي تعرض للموقف ده، ازاي يجي ويحكي لي من غير خوف؟ حلو جدا. ازاي يجي يحكي لي؟ هينفع ان انا اجي احكي لك حاجه من غير ما يبقى في امان؟ لا طبعا. لازم الاول الام تكون بتراقب ابنها، ملامحه، شكله، هو بيتكلم كويس، هو مدرك، طب هو في حاجه حصل تغيرات. ده لازم الام تكون بتراقب ابنها كل يوم، وهو بيخرج وهو بيرجع. بنتها نفس الكلام. تمام. مشكلتنا، انا اسف جدا، الامهات دلوقتي يعني بقوا ملهيين في السوشيال ميديا، ملهيين برضو في الموبايل. احنا حتى بندي اطفالنا الموبايل عشان هو برضو ودي مشكله عننا برضو. ودي مشكله تانية. انا ما ينفعش ادي لطفل، تمام، لكل مرحله. سن صغير، 3 سنين 4 سنين. انا عايز اقول لك، انا شفتها بعيني. قلت لها الله يسامحك. انا بشوفهم في النادي كتير عشان يبطل عياط او ينزل من على دماغها بتديله الموبايل. لا، ده هي بنت ما تعداش 8 سنين بتعيط بشكل هستيري عشان عايزه تاخد الموبايل من امها. قلت لها الله يسامحك، انت دمرتيها. فبدات متصممه، قلت لها والله حضرتك 8 سنين يعني كبيره خالص، 10 دقايق على الموبايل. هو مش بيحصل الكلام ده، وما بيحصلش. خلينا واقعيين، ما بيحصلش. تعالي بقى نبص بقى للسلبيات. بيدمر خلايا المخ، بيعيق جميع الهرمونات والفيتامينات للطفل في المناعه. ثانيا انه بيجيب توحد كمان، بيخليهم منفصلين عن العالم برضو. مفيش تواصل. ثانيا بيدمر الخلايا البيضاء او الماده البيضاء اللي في المخ. فالابن ده هيطلع غير واعي، غير مدرك، مفيش اصلا عنده عقل. تمام. نرجع تاني لقضيه ياسين. تمام. قضيه ياسين لازم الام تكون بتراقب ابنها، رايح فين وجاي منين. بنتها نفس الكلام، رايح فين وجاي منين، ومراقبه، مش ضغط، مش ستريس. ما انا كنت لسه بقول لحضرتك كده، هيقلقوا يعني، هيخافوا، هيحسوا ان هم متراقبين طول الوقت. لا احنا اصحاب. انت ايوه، ازاي بقى اخلي علاقه بيني وبين ولادي تبقى صحيه، يحكوا لي على اي حاجه من غير خوف؟ ببساطه جدا. احنا علشان نبتدي كلام دلوقتي مش لازم تكون في معرفه؟ اكيد. انا كابن نفس الكلام. انت بتحب ايه؟ اوعيهم ازاي بقى لو اتعرضوا يعني لازم نبقى نصل مش من ابن وبنت وامه، لا الام الاول تقول له انا صاحبتك، انا عايزك تيجي تحكي لي. انا والكلام ده يبتدي مش بعد ما يبتدي يدرك او يتكلم معايا من 10 سنين. لا، يبتدي ببرمجه لغويه عصبيه من هو سنه 3 سنين. وتبتدي الام كمان، لما الام راحت للامام الشافعي عشان ابنها بقى سنه 2 سنين عشان يحفظ قرآن، فقال لها لا، انا عايز ابنك وهو في بطنك. عشان الريحه بتاثر على الابن وهو في بطنك، الكلام ياثر،
الاكل اللي البيبي انت تقريبا بتاكليه بيسمع برضه صوت مامته، برافو بيعرف عليكي، يميزه تمام. كمان. فانت لازم بتدربي نفسك عشان ابنك ده. طيب بعد ما ينزل نبتدي نقول بقى كلام لا مباشر ومباشر، بحيث لما يبتدي يبقى عنده الوعي يبقى هو مدرك اصلا. انا امك صاحبتك، تعالى احكي لي، ده باباك هو ما بيكرهكش، هو عايز بس يوعيك ان في مسؤوليه وفي حياه تانية. تمام. فتبتدي اطمئنان. ثانيا بقى، هو اول اختبار الابن او البنت دايما انت صاحبتي فلازم هقول لك سري. تمام. او هقول لك مشكله، ده اول اختبار. ان يبتدي يقول مشكله حصلت له عشان يشوف رد الفعل. المفروض كأب وأم يقفوا في ظهره اكيد، حتى لو غلطان. طبعا. والله حصلت الكلام ده. حتى لو غلطان؟ حتى لو غلطان. مش عرفه ان ده غلط مثلا عشان يبقى عارف الغلط ما هو الصح ولا؟ لا، لما يحس ان في اول اختبار ان ليه دعم وسند ليه، خلاص تمام، بقى في ثقه. تمام. غلطان، انا ادعم ابني حتى لو غلطان. بعد كده خلاص بقى خلصت المشكله، خلصت. تعالى بقى اعرفه غلطه، افهمه بقى. تمام. مش يبقى قدام الناس اطلع سره. تمام. مش يبقى خالته ولا عمته قاعدين في وسط العيله اطلع سره في صيغه هزار. هي دي التربيه السلبيه اللي احنا عايشين فيها. عشان كده الاولاد بيهربوا على طول ترابيزه البلياردو والبلاي ستيشن والكلام ده كله. دلوقتي في واحد اللهم احفظنا يعني في كفر الدوار برضو اغتصب اكتر من حوالي 20 واحد او غيره، ومسجل لهم فيديوهات. نفس الكلام. ليه؟ لان ما بيلاقوش الامان في البيت. تمام. فهو لازم الام تمرن شويه بشويه بالكلام لغايه ما يبقى واعي، وتبتدي هي تبتدي من الاول، من امها، من الام نفسها. يعني انت ابن حبيبي وصاحبي، انا عايز اقول لك على سر. طب انا عايزه، طب ممكن استشيرك في حاجه؟ قول لي رايك كده. طب ما تيجي تساعدني في المطبخ. هو هتلاقي على طول هيقول يعني لها السر. الاهل هم اللي بيبداوا بقى، ابتدي معاه بالتواصل فهو يستجيب. طبعا. وهي اللي تبتدي. يعني انا عشان ادي الامان اشيل الحاجز ده ابتدي. ثم هو بقى هيبادر، هيقوم قايل السر اللي هي قالت. انا قلت سر انا الاول، هيبتدي هو يبادر. تمام. عندها مشكله هي حاجه هايفه، بس هي ايه بتحاول يبقى في مرونه. يبتدي بعد كده ان هو يقول مشكلته، ثم هي بقى تحامي. نبتدي بقى الدعم بقى تحامي. عنده مشكله في المدرسه، مش هاجي كسر عظمه وانا اجي اجبس. مش دي الكلمه الشهيره بتاعت الاهالي؟ دي غلط. صح. لا، انا ابوك، انا في ظهرك، انا ابوك، انا في سند ليك. اغلط وانا اللي هداوي. بس بعد كده بقى خلاص، بعد ما تخلص المشكله تعالى. انت المفروض واعي، المفروض ما تقعش في المشكله دي. وما كنتش فاهم انا افهمك. بس في الاول للجهه الاخرى، الجيران والاصحاب والمدرسه وغيره، يبقى لازم يكون عارف الابن ان ليه ظهر. تخيل بقى ده لما يبقى 18 سنه عارف ان خلاص، هو اتعود خلاص بقى، فهم الصح من الغلط. ليه سند. فمش هيغلط، لان في اساس اللي هي الثقه بالنفس. الثقه بالنفس. انا ماشي كده غضنفر كده في الشارع. ليه؟ لان انا ليه اب وفي ام بتسند عليه. صح. وثلاث ارباع المشاكل بتنتج من عدم الثقه بالنفس، لان هو ما فيش ليه ظهر. بس. طب ما هنا برضو عايزين نفرق بقى بين ان انا بحبه بحب وعي، ولا الدلع بقى اللي هو يبوظ دي. يقول لك انت بتتكلم مع ابنك في كل حاجه، انت مأخده عليك قوي زياده عن اللزوم. لا ما ينفعش. احنا اصحاب بس ليه حدود. ايوه. يعني لازم برضو بتبقى فيه حاجات طبعًا. معينه يبقى فيه. طبعا ما ينفعش. يعني انا اسف يعني للاعدادي، وتلاقي الام بتحميه لحد دلوقتي. انا بسمع المشاكل دي. وتلاقيه كل اكله مطلوب، وكل اللي يطلبه مطلوب موجب. ما ينفعش. لا، في حاجات كنترول نعمل فيها ضروري. انا مش في مقدرتي الماديه كأب مثلا انا ادفع دلوقتي، فمش على طول ان كل حاجه مجابه. لا، حدود. وبعدين في حاجه اسمها حافز وثواب وعقاب. انت عملت حاجه حفزه، ان شاء الله لو تسقيفه، لو بكلمه حلوه. وعلى فكره حط دي بقى في الثقه والنفس كمان. لما يبقى 10 سنين مثلا لحد 18 سنه، 8 سنين بيتدرب في ده كله. انت شاطر، وعشان كده اخرج العب مع اصحابك وتعالى لي. انت شاطر، مصروفك النهارده هيزيد. انت راجل، تعالى اقعد معايا كده يعني مع عمك. سياسه الثواب والعقاب دايما. لكن انت غلطت، لا انت مش هتخرج النهارده. لازم. ما ينفعش بقى كل حاجه مجابه، وما ينفعش الدلع والكلام ده كله. ولازم اربيه في ايدي.
مش انا اسف برضو في اللي انا هقولها في المجتمع. بابا في الجامع طلعوا العيال بره، امال الجامع هيبقى محبوب للاطفال ازاي؟ صح فعلا. بالعكس، ده هم لما بيشوف باباه بيصلي فهو كمان بيبتدي برضه. برافو عليك، تمام. انا كأب لازم اخده في ايدي في الجامع، واخده في ايدي مع عمامه، واخده في ايدي مع خاله. امال هيبقى راجل ازاي؟ صح. لازم يكون في قدوه عشان هو بالظبط. واحط حدود. احنا اصحاب بس انا ابوك. احنا اصحاب بس انا امك. لا، لازم في حدود كده. تمام. بس تمام. طيب نرجع برضو لموضوع التحرش. حضرتك طب الطفل اللي اتعرض لموقف زي ده بيبقى موقف طبعا قاسي جدا، وبيبقى ألم نفسي أكتر من الألم الجسدي. تمام. ازاي بقى اخليه يتعافى بقى وينسى ويعيش حياة طبيعية وما يخافش بقى من الناس ويتعامل عادي؟ بكل أسف هياخد وقت. هياخد وقت كبير. وال11 أو ال20 واحد برضو اللي في كفر الدوار هياخدوا وقت كبير. الألم النفسي بالذات. ما أنا قصدي كده، الألم النفسي بيكون هياخد وقت كبير جدا. تمام. طيب المفروض نتعامل ازاي؟ المفروض بروح اتنين دكتور طب نفسي ودكتور صحة نفسية. تمام. دكتور طب نفسي علشان يسمعه ويديله العلاج. دكتور صحة نفسية عشان يسمعه يفرغ. ثم بعد كده نبتدي بتدريبات وتقنيات نفسية، ان احنا نخليه يبقى عنده ثقة بالنفس، نخليه يبقى واعي ان المجتمع مش كله حيوانات زي اللي بيحصل. نخليه عشان هيبقى عنده خوف انه يتعامل مع برافو، هيبقى عنده فوبيا فعلا. فلازم معاه واحد يسمعه كويس جدا جدا جدا، بخلاف ابوه وامه. تمام. ثانيا بقى والاهم، وانا بقولها دايما ارجوكم لو سمحتوا وعوا عيالكم، لازم رياضه ورياضه قتاليه دفاع عن النفس. طبعا. تخيلي طفل لازم لما بقى عنده شخصيه، لازم افهمه يعني ايه يقول لا. والله وانا بحلف بالله، وجات لي حالات كتير ستات فوق ال40 سنه وبنات فوق ال20 سنه ورجاله مش عارفين يقولوا كلمه لا. لا للاسف. لا، يعني انا ليا خصوصيه. والاب عشان يمكن ما تعودناش من واحنا صغيرين نقول لا. ده غلط. دايما عيب ما تقولش كلمه وفي نقطه كمان والله مكتوبه في القران بالنص في الاستئذان. في الاستئذان يعني ايه بنتي يعني ما تستأذنش عليا، او انا كأب وام ما استأذنش عليهم؟ لا، لازم في استئذان. وفي نفس الوقت يبقى في خصوصيه لكل ابن ولكل بنت، لهم خصوصيه، ليهم بيتهم وليهم دولابهم وليهم درجهم. تخيلي كده واحد فهم يعني ايه خصوصيه. هبقى في احترام، وفي نفس الوقت ثقه بنفسه بتزيد. تمام. الاب والام يأهلهم لكده. يعني لازم، معلش مفيش مشكله، انت حصل لك الموقف ده بس انت مش بايدك، فتخيلي كده شال من عليه عبء. لكن كل طفل بيخاف يقول الموقف ده علشان هيتجلد من المجتمع، وهيتجلد من ابوه وامه. طبعا للاسف. تمام. لكن لو ليه ظهر هيقول. النقطه الثانيه والاهم، نعلمه لا، يعني لو وجسمي ده ملكي، محدش يمسكه. ده للطفل. ويقول لا، يعني ما تحركش، لا انا مش الحركه دي مضايقاني، ما تعملها ليش. الحركه مش هخش عندك في الماركت مثلا، ما هو بيقول له بقى عشان يبتدي يتحرش. ما انا كنت لسه في الماركت او في غرفه. لا انا مش عايز اخش. قصدي امتى اوعي ابني واقول له مثلا ان الموقف ده يعني ده تحرش؟ هيفهم ازاي؟ لو في مثلا طفل 3 سنين في حاجه اسمها التربيه الجنسيه للاطفال. تمام. احنا اهو دلوقتي لحد 50 سنه و60 سنه ناس مش فاهماها. في حاجه اسمها اللمسه السليمه واللمسه الغير سليمه، او اللمسه الصح او الغلط. واللمسه يعني هنا ماشي، في المنطقه من عند السره لحد هنا ما ينفعش. تمام. بالذات المنطقه دي، لان المنطقه دي للاطفال غلط، مش مسموح. اللمسه من هنا ما فيش مشكله. تمام. يعني في حاجه اسمها كده صح وغلط، لمسه ايجابيه ولمسه سلبيه. تمام. من العوره ما ينفعش حد يلمسني، من بره ما فيش مشكله. تكون في الشط مش سداح ومداح، لا، عندك شورت وفي روب نعلمه حياء، وفي لا وفي من اي سن يا دكتور ابتدي معاه يعني في الكلام ده؟ ابتدي من سن 7-8 سنين. 7-8 سنين. بس زي ما انا قلت قبليها بيبقى في برمجه لا مباشره، مباشره ولا مباشره. يعني طفل مثلا 3 سنين يعني قبل 8 سنين، قبل 8 سنين لا مباشر ومباشر. يعني ايه؟ ادربه ان انا دلوقتي جالي تليفون بس انا مش عايز،
فجرب اقول له لا مش عايزه دلوقتي، فيبتدي قدامي كده ان انا مش عايزه، يعني في خصوصيه لنفسي، وابتدي اقول له لا لنفسي. تمام. طيب يعني مش بابا نايم، لا مش بابا نايم، ده كده انا بعلمه على الكذب. انا بفهمه ان في خصوصيه وفي لا. تمام. طيب. انا الاثنين دول لازم لا مباشر ولا معاهم كمان ان تيجي تحكي لي، تيجي تحكي لي الصداقه. طيب وصلنا ل 8 سنين، نبتدي بقى نفهمه التربيه الجنسيه، اللي هو ما ينفعش ان هي اللمسه الصح ولا اللمسه الايجابيه، اللمسه غلط يبقى اللمسه سلبيه، الكلام ده كله. تمام. طب انا مش عارفه، انا مش واخد. بالظبط. ساعات امهات فعلا ما بيبقاش عندهم وعي اصلا فعلا. مال هي صح. والله في مراكز دلوقتي بتمرن، في كمان مراكز في مصر للصحه النفسيه بجنيه وب5 جنيه وب10 جنيه. في اشهرها مستشفى العباسيه، اشهرها جامعه عين شمس، الكلام ده كله. بس جامعه عين شمس اغلى شويه، 100 جنيه. تمام. الصحه النفسيه منتشره دلوقتي وبدات ينتشر. في كورسز اونلاين كمان، يعني لو مش عايزه اروح مثلا، بدل ما حضرتك بنتوه نفسنا في التيك توك والكلام ده كله، ما نفهم يعني ايه دعم نفسي، ويعني ايه ارشاد اسري والكلام ده كله، وبعد كده هنطلع ابني ايه نشأ. وانا قلت لحضرتك وبقولها تاني وبقولها في اكتر من برنامج، ارجوكوا لو سمحتوا الشيوخ ما تقعدش تتكلم في الكلام العام، تتكلم في الاخلاقيات. الموضوع ده انتشر فعلا. المدربين والدكاتره لازم يبقى فيه الاعلام، وفي التربيه في المدرسه. المدرسه لازم يبقى فيها ارشاد اسري وارشاد نفسي. وللاسف المشكله دي حصلت في المدرسه كمان، يعني مكان صرح العلم العظيم ده، تخيلي يامن على اولاده فين. ما هو انا بقول اهو الصح. فارجوكم لو سمحتوا الوزارات لازم تفهم ان المدارس دي بنشئ مجتمع، بنشأ جيل. تمام. يمكن دلوقتي السيد رئيس الجمهوريه برضو السيسي خلى دلوقتي جوامع مفتوحه على طول لمجالس العلم، يعني مش فقط مقتصر على الصلاه. بالنسبه يعني للرئيس في قرارين ممتازين جدا. يعني ده قرار ممتاز جدا فعلا. يا ريت بقى الجامع ما يبقاش مفتوح للخطب الدينيه وبس. لا زي لا هو قال تبقى في مجالس علمي هتبقى مفتوحه طول النهار. لا ما هو مش علم ديني بس، يبقى علم ارشاد اسري، علم ارشاد نفسي. النقطة دي مهمه برضه. يبقى لازم مكاتب مختصه في الجوامع وفي المصالح الحكوميه، وبالذات المصالح الحكوميه. الموظفين عايزين يخرجوا الاسترس اللي عندهم. والموظفين الخاص ما هو بيقعد اكتر من 12 ساعه تعبان. لازم يخرج الاسترس اللي عليه. لو حطينا مرشد نفسي في كل ابسطها اللي بيتدرب عليها، بيروح السجون وبيروح المستشفيات، خدمه اجتماعيه. ايوه فعلا. تمام. ياخد دبلومه في الصحه النفسيه، ونقعده في كل المراكز الحكوميه والغير حكوميه وفي الجوامع زي ما قلت حضرتك. نمرن الاطفال دي على الثقه بالنفس، نديهم تربيه وتوعيه. مش حاجه اسمها تنميه بشريه، حاجه اسمها تنميه مهارات ذاتيه. نعلمهم يعني ايه المهارات اللي منها الثقه بالنفس ومنها الارشاد وغيره وغيره. تمام. فاتمنى والكلام حضرتك صح في موضوع التوعيه. بس تمام. طيب بالنسبة لقضية الطفل ياسين ده، قضية الطفل ياسين، يعني حضرتك هو قعد لمدة سنة يتعرض للتحرش. تمام. فطيب فبالنسبة له أقدر أحاول يعني أشيل من ذهنه كل الصور المؤذية دي والعنف اللي حصل له إزاي؟ لازم دعم نفسي زي ما قلت لك، لازم هيروح ل2 مختصين غير أبوه وأمه، لازم يدعموه. الحركة اللي عملتها الأم لما لبسته موضوع سبايدر مان دي مهمة جدا 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 جدا، عشان كسرت الخجل بتاعه. تمام. يعني كان تصرف سليم. طبعا لازم ده تصرف سليم. هي والدته ست عظيمه، انا وجهت لها التحيه بصراحه. لان هي كافحت برضه وقدرت تاخد حق ابنها بصراحه. في حاجه كمان، في اهالي كتير بتسكت. في يعني اهالي بتحس ان لا خلاص دي فضيحه فنسكت وبلاش نتكلم احسن. ما دي مشكله ومحدش يعرف حاجه. معلومه مهمه لازم يفهموها الاهالي، ان المتحرش غصب عن ابنك حصل فيه كده، فما تجيش تجلده ولا تأذيه بالكلام ولا بالتصرفات. لازم ياخد عقوبته، لان كده بيتمادى. يعني ما دام انت سكت هيتحرش بغيرك وغيرك وغيرك. بالظبط. تمام. انا دلوقتي لازم افهم ابني ان هو غصب عنك اللي حصل لك، فعادي احكي لي واتكلم وقول لي المشكله اللي عندك. تمام. نقطه تانية ان دي برضو دعم نفسي. لما اقول له ان هو غصب عنك، فانا شلت من عنده العبء بتاع الخجل
والكسوف وان هو ابويا هيجلدني ويدمرني، ان هو مش ملام يعني بالظبط. هو ما غلطش. فلازم الاب والام يدعموه نفسيا، ولازم مختص نفسي لازم بجلسات مش اقل من يعني 10 جلسات مش اقل، يعني لازم يبقى ازيد من كده بكتير. لازم يدعمه، يخرج الاسترس النفسي اللي حصل له، يخرج عنده الفوبيا من مواجهه الناس وغيره وغيره، الكلام ده كله. ولازم رياضه قتاليه علشان يتعلم الدفاع عن النفس، يقدر ان هو ما هو في لازم 3 ألف. اتعلم اقول لا، اي ان انا ابتعد، بس ابتعد لازم يبقى عندي قوه في الدفاع عن النفس زي ما انا قلت. فعلا. تاني حاجه اخبر ابويا وامي بمشكلتي. فال3 ألف دول لازم يتعلمهم. هي اهم حاجه التواصل بصراحه بين الاب والام والطفل، يعني دايما تكون في زي صداقه كده، نتكلم في اي حاجه من غير خوف. تمام. ولكن في سلبيات من الام، اللي هو بتبقى ماسكه الموبايل، الاب ملهي دايما في الشغل. لازم يقعد مع ابنه على الاقل نص ساعه في اليوم. هو الحمل دايما بيبقى على الام بصراحه، يعني دايما الاب في الشغل كلام جميل، بس كده، فالام هي اللي بتبقى متحمله. يبقى لو سمحتي يا يا كل الامهات ارجوكم لو سمحتوا سيب التليفون شويه واهتم بابنك شويتين، وبلاش ضغط، لان الابن ده تعبان، انت بتنشئي جيل. فابوس ايديكي تراقبيه للمحبه، مش تضغطيه اكتر عشان هيطلع بعد كده متدمر نفسيا. فابوس ايديكوا تطبطبوا عليهم. بس هو ده معنى ان انا احتوي ابني، نسنده حتى لو هو غلطان، ثم بعد كده نوعيه، ثم ان انا براقبه مش بضغطه. واخده بالك؟ بس تمام. طيب حضرتك برضو عايزين نعرف ازاي بقى احمي ولادنا، لان المجتمع يعني انا مش عارفه اودي فين. يعني المدرسه حصل فيها كده، النادي يحصل فيه كده، بين الاهل والاصدقاء والاسره عموما بتحصل الكلام ده. طبعا بعد اذن حضرتك، اتفضل. في قضيه مستثاره دلوقتي ان اب في اسكندريه دمر ابنه، طبعا معلقه كده، هو نفس الطريقه، ومعلقه بيحط سجاير فيه والكلام ده كله، اتمسك في اسكندريه. شفتها للاسف. ما ده سببه ايه؟ المجتمع ضايع بسبب القوانين. الاسره، الاب بيتعامل مع ابنه على انه سلاح، والام بتتعامل مع اولادها انها سلاح بعد ما اتطلقوا. ففي بنهدد بعض بالولاد يعني. تخيلي المجتمع اللي ناشئ دلوقتي. تمام. فلو سمحتوا كانت الانثى منهاره قبل كده، عملتوا القوانين فبقت الانثى عاليه والراجل في انحدار طبعا بعد الطلاق، بقت محاكم الاسره مليانه. فلو سمحتوا نوازي القوانين عشان نخلي الراجل عنده حقوق والانثى ليها حقوق. دي نقطه. هنعمل النقطه دي من ناحيه القوانين. ثانيا لازم توعيه في المدارس للاهالي، ويبقى في اختبارات نفسيه ليهم، وللمدرسين برضه يا ريت برضه. والمدرسين الله ينور عليك. ده لازم لان يعني في مدرسين برضه بتضرب وتعاقب، ودلوقتي اهو تحرش يعني حاجه ولو ما خدتش معاه درس لازم يتضرب والكلام ويتهان. بالظبط. فعلا. ليه؟ للمدرسين طبعا. زي ما احنا قلنا دلوقتي، لو في مختص نفسي في المدرسه هيبتدي يراقب، يشوف كده كل الابن ده سوي ولا لا، هيشوف المدرس ده كويس ولا لا. فعلا. تمام. المدرسين عموما لازم تاخد دورات برضو كده، يعني لازم واختبارات وتربويه عشان يعرفوا برضو يربوا. وكلمه الرئيس زمان لما قال ان لازم نقعد سنتين شويه كده عشان كنا هنخلف ولا لا، او فعلا نقطه مهمه. في خلال السنتين دول يكون في اختبارات نفسيه. هل هينفع الاب ده يبقى سوي؟ هل ينفع الام دي تبقى سويه؟ تمام. كمان الاعلام، احنا بدانا نفهم ليه من مسلسل لام الشمسيه. مسلسل جميل، وبدأ في جراءة من مسلسل. تخيلي ده الوحيد في وسط المسلسلات كلها اللي فيها بلطجة والكلام ده كله. النشء زمان كان بيشوف الفرسان، كان بيشوف المسلسلات التاريخية كان بيشوف الحاجات الإسلامية وغيرها. يعني احنا التاريخ الإسلامي كله ما فيهوش مسلسلات تاريخية نقدر نعملها. ما عندناش حاجه في الحضاره الفرعونيه نقدر نعمل مسلسلات، نقدر نعمل يعني ايه قياده ونعلمهم يعني ايه قياده. للاسف لازم نكون قدوه حسنه برضه، لان دلوقتي كل اغلب المسلسلات رمضان فعلا كانت البلطجه والقتل والحاجات غريبه. وانا قلت واحنا بنهرب ليه المسلسلات التركي والمسلسلات الصينيه واليابانيه. المسلسلات التركي كلها فيها مشاعر حب. المسلسلات اليابانيه بتدي اخلاق انسانيه ومعاها برضه حب. طب احنا ما بنعملش دول ليه؟ بنعمل بلطجه ونعمل. تخيلي نشأ
بيتفرج على بلطجه هيبقى ايه؟ ونشء بيتفرج على الحب هيبقى ايه؟ تمام. فلو سمحتوا الاعلام المدارس لازم يبقى مختص نفسي في الاثنين، والجهات الحكوميه والغير الحكوميه هنطلع نشء محترم. ثانيا الجهات الدينيه، الكنيسه الحمد لله يعني هي بتعمل حاجات كتير جدا ليهم. طبعا. والجامع لازم يعمل كده. طبعا. يعمل رحلات، يعمل ارشاد، يعمل دورات. الجامع ده مش معناه ده ايام الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه والرئيس قالها. تمام. بتاكل تمام، ما يبقاش ناحيه دينيه بس. لا، طلع نشء يعلمهم يعني ابتكارات. نشكر الرئيس السيسي ان هو بدا فعلا في توجيه التوعيه دي فعلا في كل الجوانب. في قرار تاني ان وزاره الشباب ان هو هيبقى هتتعمل في 10 محافظات، ان يبقى في مختص نفسي في وزاره الشباب والكلام ده كله مراكز. يا ريت بس نبتدي. يا ريت بس نبتدي. تمام. وما بقاش 10 محافظات. احنا الارياف بايظ والصعيد بايظ ومشاكل كتيره جدا. ابوس ايديكم اهتموا بالنشء بالبني ادم. تمام. بس هو ده اللي بتكلم فيه. يعني حضرتك كلام حضرتك مهم جدا، وبنشكر حضرتك على الحوار الجميل ده. ميرسي، شرفتنا يا دكتور. ربنا يخليك. تسلم. وهنا بكون وصلت لنهايه حلقتي. كانت معاكم نهال القاضي. اشوفكم في حلقه جديده وحكايات من القلب.